سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفة المعقودة اللي اغلب البنات سقساوني عليها وراح نجيبها لكم اهم اسرارها. المعقودة اللي ياكلها عندي يهبل على الذوق ديالها. راح نعطيكم اهم مراحل باش ما تخسرلكش، باش تكون ناجحة من اول مرة. كاين بزاف بنات اللي ما تنجح لهمش، وكاين اللي عمرهم ما جربوها، خاصة البنات اللي ما يسكنوش في الغرب الجزائري، بما انه المعقودة هي أكلة من الغرب الجزائري معروفة، تنتكلم مع الحريرة. ما لا تبعوا هذا الفيديو للآخر ان شاء الله تستفادوا منه، واللي مشي مشتركة في القناة تشترك في القناة باش يوصلها كل جديد. المعقودة كما معروفة هنا تنتكلم مع الحريرة، يعني تنخدم بالبطاطا. واغلب البنات يعانوا من مشكل المعقودة اللي تنحل في الزيت ولا تشرب بالزيت بزاف. لكن انا اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى راح نعطيكم اهم المراحل واهم الاسرار اللي ما عطاها لكم حتى واحد. ان شاء الله تلقاوها عندي، وكما تعرفوا المتابعات ديالي كامل يعرفوا باللي نمد من كل قلبي، يعني نمد كامل الاسرار. ما لا تبعوا معايا. اول حاجه ناخذ البطاطا نقشروها مليح مليح، نظفوها طبعا. يا اما كاين طريقتين لطهو البطاطا، يا اما تفوريها ولا ديريها في الماء والملح، والاحسن تملحيها مع الطياب، يعني ديري لها شويه تاع الملح باش تجي بنينه. ندير هنا معدنوس والثوم. بالنسبه للتوابل هنا عندي سكنجبير، عندي كركم، وعندي ملون يعني زعفران هذاك الملون، وعندي الجبن انا مالفه ندير القطع، يعني هذا واش لقيته واجد عندي، الاحسن ديري القطع ولا هذاك المربعات. وهذه المراحل ديريهم على السخانه، يعني البطاطا مادامها سخونه، يعني ما تخليش البطاطا ديالك تبرد، لانه لا بردت ما راحش تنجح معاك المعقوده. هنا عندي زوج صفار بيض، طبعا البياض راح نحتاجهم في الطياب. عندي هنا ملعقه لا شابلور او الخبز المحمص المطحون. بالنسبه للبطاطا لازم تكون البطاطا الحمراء، معليش تقدري تستعملي البيضه، لكن البيضه عندها يعني دير لك مشاكل. الحمراء تنجح لك، لكن اذا كنتي مبتدئه الاحسن خدمي بالبطاطا الحمراء، لانه البطاطا البيضاء فيها الماء يعني وما تنجح لكش. هنا نحكم هذيك البطاطا كامل نمرسها كيما هكا بهذه الاداه ولا بالفرشيطه. كي نمرسها نضيف هذاك الكمون في الاخير كما راكم تشوفوا، واحد الرشه تاع كمون. نعاود نهرسها مليح ونلبطها مليح. بعدها البنات انا في العاده ديالي في رمضان، يعني انا ندير المعقوده بزاف، وكامل في الغرب الجزائري هنايا يديروا يوميا المعقوده. نخدمها بهذه الطريقه، نديرها في كيس بلاستيكي ونخبيها في الثلاجه، يعني مع العشيه نجبدها ونطيبها. هنايا بعدها نروح نجيب هذا لا شابلور او الخبز المحمص المطحون، ونبدا نكور في هذيك المعقوده ديالي ونحطها على جهه. يعني هذه المرحله ضروريه باش يعني سورتو الا كان عندك ضياف ولا باش يعني دنيتك تبقى نقيه. خدمي كامل هكا كوريها حطيها على جهه باش تبداي طيبيها. حطيها نقي معينك ورفدي كامل صوالحك، ومن بعد روحي ابداي طيبيها تقليها. هنا بالنسبه خدميها شغل حنيونات كيما هكا كوريها. وشوفوا يعني ما راها تلصق في اليد ما والو، سورتو الا كان حطيتيها في الثلاجه، يعني خدميها على سخانتها، بعدها حطيها في الثلاجه تبرد، راح تولي يعني متماسكه. وشكليها بهذا الشكل حنيونات، تحبي تكبريهم تحبي تصغريهم كيما تحبي. هذه في المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة القلي. مرحلة القلي هي المرحلة اللي كامل ولا الأغلب يعانوا منها. هنا جيبي بياض البيض، الأحسن بياض البيض، يعني ما ديريش حبة بيض كاملة، ديري بياض البيض. ديري الزيت تاعك يسخن. الزيت ما لازمش يكون قوي، يعني ماشي شغل راكي راح تقلي الفريت، لازم يكون الحبة ما يغمرهاش الزيت. شوفوا البنات لازم الحبه تاع المعقوده كي تحطيها ما يغمرهاش الزيت، لانه اذا كان غمرها الزيت راح تنحل هذيك الحبه كامل ويدخلها الزيت. لكن بهذه الطريقه شوفوا البنات كيفاش راهم يتقلاو يعني ومتماسكين، وما كاش اللي يدخلها الزيت ولا
وما يجوش كامل مزيتين. واستعملي هاد الاداه، هاد اللقاط هذا مليح بزاف يساعدك. شوفوا البنات كيفاش الحبيبات كيفاش طابوا ما شاء الله، صدقوني. تبعوا كامل المراحل. البنات اللي ما نجحتش معاهم المعقوده تبعوا المراحل، ان شاء الله تنجحوا فيهم. ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف. خليكم على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.